متأكد عنديش احساس انه واحد منكم سأل بيوم من الايام شنو شعور لما انت تكون يوتيوبر؟ شو تحس؟ لما تجي تسوي مقطع شو تحس؟ متأكد يمكن اغلبكم ما يعرف شنو الشعور ان انت تكون يوتيوبر. شنو شعورك انت لما تجي تسوي مقطع مثلا؟ بشنو تفكر؟ شنو تسوي؟ بما انه انا يوتيوبر تقريبا من سنه 2012، يعني صار لي انا حنطبق حتصير لي 11 سنه وانا يوتيوبر يا اخوان. لما تصير يوتيوبر البدايه كلش حلوه، البدايه جدا رهيبه، تستمتع وانت تسوي مقاطع مستمتع بيها وكذا لان شيء حلو. لما تقوم تجيب مشاهدات وارقام حتوصل مرحله الجنون، توصل مرحله تتخبل على مود تسوي فكره يحبوها العالم، مش تتخبل يعني توصل مرحله احتمال تأذي نفسك. وصدقوني لي كويتنا واصلين هيك مرحله، واحد من الناس اللي وصلوا لهاي المرحله يا اخوان قدامكم قاعد هنا. فلهذا السبب تشوفون اكو يوتيوبر وصلوا لمرحله قاموا يسوون افكار يا اخوان جدا غبيه ومالهم خابير بالنسبه يعني عقلك ما يستوعب هاي الفكره. ليش يسوي هذا اليوتيوبر؟ لان يا اخوان اليوتيوبر ببساطه هذا اليوتيوبر تقبل. فبالصدفه انا ودا اقلب باليوتيوب، لان انا شخص اتفرج يوتيوب كلش هواي، ياخذ 12 ساعه من يوم على اليوتيوب. انا دا اقلب باليوتيوب شفت شخص اسمه مستر انديان هاكر. هذا الشخص مسوي فكره صراحه الهمتني، هل انا افكر بيها انه شلون فكر حتى يسوي هاي الفكره. تخيل يا اخوان، بس تخيل وياي انه انت تسوي فكره عايش 24 ساعه فوق سطح الماء. حتقول هاي سهله يعني، مجرد جاب خلينا نقول قارب او بلم او شيء وقعد فوقه وخلاص يعني. لا يا اخوان سوى بيت فوق سطح الماء. شلون؟ شنو القابليه اللي عند هذا الرجال؟ زين شنو سوى فوق سطح الماء بال 24 ساعه يعني؟ تدرون شنو؟ ليش دا اطول عليكم؟ خلينا نجي نشوف هذا الشيء. بس بالبدايه يا اخوان انا اقول لكم شغله، دعمكم على الفيديو الاول شنو يعني خليتونا اتحمس انه اكمل بهاي القناه بشكل كلش كبير. فشكلي حتروح قناتي الاولى واجي اكمل هنا. أنا صراحه ما ادري، بس المهم خلونا لايك على هذا المقطع، اشتركوا بالقناه لو شفتوا مشتركين وليتس جو. اوكي، اول شيء اكتشفت انه وجه هذا الرجال غثيث، ما اعرف ليش. هذا شخص هندي يا اخوان. الهنود عقليتهم غريبه، اذكياء زياده عن اللزوم يعني. पहले हमने पानी के ऊपर घर बनाया था, सुनने में इम्पॉसिबल लगता है लेकिन हमने इस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाया. لو اكتشفت ايش قد سهل تحكي هندي؟ لا والله ما داش شاقه، كل سهل تحكي هندي، ما يحتاج تحكي هندي اصلا، انت بس تجيب نبره الصوت وخلاص. السلام عليكم شبابنا. اوكي نسيت اشوفكم صورة المقطع، صراحه صورة المقطع رهيبه يعني، حرفيا بس الصوره تجذب. بالمناسبه الصوره ما بيها كذب ما عدا هاي الحيه الموجوده هنا. والله يا اخوان غريب هذا الرجال، والله غريب. عاد الشغل غريب يعني، حرفيا يعني بيت، وهذا اللوجو مالته هنا موجود مستر انديان هاكر مكتوب هنا. والله بيت يعني جايب سندانات وهاي، وبيت طايف فوق يعني هسه المصيبه انه هذا البيت يتحرك يعني. انسان عجيب، ميز وكراسي فواكه، عجيب والله عجيب. اوكي اشوف افضل اتفرج المقطع بدون صوت. اوكي هو هنا غريب الموضوع انه البيت يتحرك. دفعه واو، الذكاء مال هذا الشخص مو طبيعي. خلى ترمز مال المية، اتوقع ما ادري مال شاي شمره، رغم هو يعني حرفيا فوق سطح الماء فما يحتاج قبل يشرب من البحيره، بس قال لك اشرب من ترمز. تحرك البيت. والله غريب، والله رجال غريب يا اخوان. شوف قاعد دي يجدفون حتى يحركوا لي قدام شويه. عجبتني هنا لقطه، شوف تبولي على هاي رجلي بالكاميرا تتقرب. عود يعني سواها على كيف حتى ما حد ينتبه يعني. بس انت حسب ما فهمت هنا بعد ما رجعت المقطع انه هو دي يقول اكو حيايه بالمي. صراحه ما ادري تدرون شغله، تعابين في الماء، رصد العديد من ثعابين الماء في برج سليمان. اي والله كو يا اخوان، ما ادري ليش حسيت تخوف اكثر من الحياه العاديه يعني. هاي حرفيا اذا اجتك يا اخوان وانت تسبح بالبحر او بالنار او وين ما كنت، انت موضوعك بالحقيقه يمكن تقدر تركض يعني، بس هنا صعب الموضوع. اريد مشينا، اريد اعرف الفعاليات اللي راح تسويها داخل المي شنو هو بالضبط. شوفنا البيت. اوكي هنا اكو كراسي وميوزك. اوكي غرفه جوا سماعات وبنكي ونار واندومي. اوكي ولابتوب. والله اغراض مطبخ كامله. احسها يا اخوان هي شغلتي حلوه، احسها هاي حلوه، وانه تعيش بخيمه او يعني تعيش مثلا بخيمه بالصحراء. اذا عشت بخيمه بالصحراء تبات فيها مثلا كذا، ما اعرف ايش احكي والله الصراحه. ليش كذب عليكم؟ दिन के 2 और اوكي الساعه 2 صارت. अभी 2 बजे से हमें कल के 2 बजे तक यहीं पे रुकना है, तो लौंडो तैयार हो. يا اخي يحجون هوايه وما يعني يعني منطقيا هسه اوكي صح ما افهم، بس اذا انا احكي بنفس السرعه مالته ونفس الكميه اللي يحكي بيها هو. اوكي يا اخوان اليوم راح نعيش فوق سطح الماء، لان احنا راح نعيش فوق سطح الماء. شنو راح نقدر نسوي فوق سطح الماء؟ انتم راح تعرفون وياي ايش راح نسوي فوق سطح الماء. انا واصدقائي ما اعرف صراحه ايش راح نسوي. ايش فيك؟ इस चैलेंज के अंदर हम 3 जने हैं, मैं, रवि और
بابا اتمنى ماكو واحد هندي يشوف المقطع، بس مشكلتهم يا اخي ما يضحكون. انديان ميمز. اوكي هذا نصب، هذا صراحه نصب، هذا نصب. شايفين الهكريه 3/4 الهكريه ترى هنود، هذا نصب. ठीक है اوكي अरे यार गाइस यार इन लोगों के वजन से तो गड़ اوكي يا اخوان، شوفوا من وقفوا اربعتهم بالزاويه هاي، راد يخسف بيهم البيت لك واحد سمين بيهم، اتوقع ذاك هو. يعني هذا البيت مو امن. اوكي اكتشفنا ان هذا البيت مو امن، فاذا صارت لي فرصه ما راح اروح له. ماكو فعاليات، حيظلون بس يلعبون هذا البير منين طلع؟ ممكن افتهم. كبير هنا واحد انذب شخص بيه. لا غلط 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 غلط، لا غلط غلط غلط، لا غلط 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 والله غلط. باع الوسخ البيه وين باع الدود، شلون طب هنا؟ زين البير منين طلع؟ هذا البير ما كان موجود. هذا شنو اكفو هي؟ لو اني غبي واحده من الاثنين، بس ما اعتقد يا اخوان اكو بير بنص المي. بير داخل الماء ماكو. انتو شنو؟ شلون لعد شلون؟ بداية تعبد الشخص عجبتني فكره المقطع، عجبتني حيل. هسه قمت اتخب يعني ماكو هيجي. مكيف على الوسخ. نزل الثاني كله باع. يعني شوفوا الحلو بالموضوع، تدري شنو الحلو بالموضوع؟ انه ينزلون بالبير، بس اكو بحر بصفهم ما حد ينزل بيه، ما ادري نهر، ما اكو شيء بصفهم ما حد ينزل بيه. هذا المي يخلص ما حد ينزل بيه، ينزلون وين؟ بالبير. هذا هالصغر الوسخ، هذا النار ايش كبر لك؟ ليش تنزل بالبير؟ لين وسخ؟ كيف وسخ؟ ما دافتي ما صراحه وصل مرحله دافتي. هل يمكن مسوي لهم عقاب او شيء؟ والله ما ادري. مكيفين ينزلون بالنهايه بس نجاده، مكيفين والله العظيم. لا حول الله، اقسم بالله مو طبيعيين، والله مو طبيعي. شوف الضحكه ما تسقط غثيثه. نزل سوى الغثيث، نزل لك عيني ذاك نهار، لك عيني روح انزل بيه، لك عيني شيت بالنار. ليش الا بالوسخ؟ بعد الفكره ما استوعب فكره انه بير موجود بالمي. شلون؟ يعني يا اخوانك اكتبوا لي بالتعليقات اذا اكو هيك شيء ولا لا تقول احد يشرب من البير. عبالي احد يشرب من البير، اقسم بالله وجيت. اوكي حلو، بلشوا الفعاليات راح يطبخون هسه. يا الله راح يطبخون اندومي. يا اخوان ذكرت انه استوى شاط بالبير. هذا البير اللي بيطعاله بالخضر. मैगी बन चुकी है और ये सिर्फ कहने के लिए تدرون شغله يا اخوان؟ اكثر اكل يعني احبه بالحياه الاندومي. معلش يعني الاندومي عندي اشق، خاصه ورا الساعه 12 بالليل اتخبى. هذا السؤال سمنت من ورا الاندومي والله. وكلام الله اول مره اكره الاندومي بهذا منهم. لا كان المقطع البدايه حلو. يعني انا اتوقع صارت فكره المقطع شلون تلعب نفسك باسرع طريقه. اعلان ناقصنا والله العظيم. رجعت شيت البير بكل بساطه. رجعت شيت بالبير. لك البحر ايش كبره، ما ادري النار لك ذاك لك عيني ايش شيت بالبير فهمني. لك عيني ذاك وراك والله العظيم. حتقولوا لي ايفر انت موفر الموضوع. لا عاد الشغل تخيلوا وياي يا اخوان. اكو عندك دوش مال مي ترى تاخذ شاور، اكو عندك دوش مال مي، واكو عندك جلاس بمي. فانت راح تعوف الدوش مال مي وتجي تسبح بالجلاس مال مي. ليش؟ الا هذا بيشي. اوكي حلو. اتوقع بعد ان انا عدت كم ساعه فصار المغرب، بدا يصير المغرب شويه. نرجع للمقطع. نعرف موضوع المسبح والبير والبحر. اوكي صار الدنيا مغرب. والله حلو. اتوقع قلت المغرب ما اعرف. حلوه هاي الحركه، رغم ما يقدر ينام بالقاع لانه القاع ثقيل. بس ايش تتوقع من عنده بعد؟ اوكي مسوي بيت. يا اخوان اشياء ما اتوقع مهمه. وصل ثاني يوم. اشياء ما اتوقع مهمه صراحه، بس اريد اشوف هل اكو منافسين الي لو لا. هذا الشيء اريد اشوفه انا صراحه. اوكي خلينا نشوف هذا. صراحه ذاك بيته احلى، حتى نكون صريحين ذاك بيته احلى، بس هذا جاي بحر وكذا. خلينا نشوف ايش راح يصير اليوم. هذا صراحه شويه ذول يعني احس ممتعين اكثر من ذاك الغثيث. هذا صراحه بيته بيض اتوقع. هذا بيته بيض بس سواها على الاقل. بيته بيض صراحه، بس سواها يعني على الاقل سواها. اريد اشوف فعاليات. ما يهمني صراحه البيت، اريد اشوف فعاليات. لقى حيه. لا انا الموضوع بديت ما احبه صراحه. دخلت البيت وانا جدا فرحان، بس الموضوع بديت ما احبه. اوكي دخلت واحد هندي ثاني يا اخوان. اول لقطه شفتها انه المسبح محترق. شلون راح يصير؟ مو منتج، مو مفبرك، مسبح يحترق طبيعي. الهنود كل شيء يسوون يا اخوان، اكتشفت انه هذا الشخص نفس اول فيديو شفناه، جايب نفس البيت، بس شو مسوي الفكره؟ سوينا فندق 7 نجوم فوق سطح الماء. معلش يا اخوان والله ما ادري الشاقه، بس ما ادري ليش طلعت من هذا المقطع واني متاذي. ما دافع تفهم لي شيء متاذي، بس ما دافع تفهم لي. لا تنسونا باللايك، اشترك بالقناه اذا مش مشتركين، وبس مع السلامه.